أريد أسوي بسكويت كوكيز صحي بدون طحين، بدون شكر، وبدون حتى زبدة. طبعا أحتاج ألواح شوكولاتة، وماكو أحسن من هذا النوع من الشوكولاتة، هي شوكولاتة لؤي صنعها عراقي كلش زينة. اللي أحتاجه 1.5 كوب شوفان مطحون طحنته بالطاحونة، هذا اللوح مال شوكولاتة كامل قطعته، 3 خواشيق زبدة الفول السوداني، موزتين كبار. أول شي راح أسوي إنه آخذ الموزات وأهرسهم بالشوكة، أهرس على شقد يعني قد ما أقدر. بعد ما هرستهم راح خليت فوقاهم زبدة الفول السوداني، خليتها على قسمين صراحة. هذا القسم الثاني من عندها، ومن بعدها خليت أطحين الشوفان 1.5 كوب. هذه كانت الكمية. عجنتهم، أكيد عجنتهم بإيدي حتى صاروا هيج. والمرحلة الأخيرة إنه أخلي ألواح أو قطع الشوكولاتة الصغيرة. هذا هو وبس، يعني أظل أعجنهم صراحة، وبعدين أوزعهم على صينية الشوي. صينية الشوي هذه خليت لها ورق زبدة، وبديت أكورهم. اكتفيت بهذا الكمية تقريبا نصها، أريد أشويها. وبعد الشوي هذا شكل بسكويت بالكاكاو كوكيز صحي. وهذا كان فيديو اليوم، نشوفكم بالفيديوهات الجاية إن شاء الله.